كابتن يعني الزمالك، يعني هل انت كنت متوقع ان يبقى في 3 ماتشات بالشكل كده في الزمالك في الدوري ده يا كابتن؟ يعني انت بتتكلم موسم الثالث للزمالك عايز يحصل على بطوله الدوري ومنافسه شريفه ما بينه وما بين الاهلي والفرق الاخرى، لكنه يحصل في 3 ماتشات متتاليه يبقى الشكل كده؟ هو اكتر من كده. لان انا واثق ان الراجل ما عندوش اي فنيات. الراجل كانت ماشيه معاه بالبركه. الراجل لولا شويه الجماهير اللي بيحضروا الماتشات دي هي اللي بتحرك اللعيبه. هو تشكيله غلط، تغييراته غلط، التكتيك بتاعه غلط، ما بيعملش حلول. ما شفناش اي حلول لفرقه الزمالك. زيزو اتمسك خلاص، فرقه الزمالك راح. بس وده اللي كنت بقوله لكم السنه اللي فاتت. يعني الزمالك كان بيكسب السنه اللي فاتت بس الاداء ما كانش كويس. بص يا فاروق، مفيش شخصيه لنادي الزمالك. مفيش مثلا حاجه تقول ايه، لا ده في اي وقت الزمالك يكسب، في اي وقت يرجع المباراه. انا قلت قبل كده لما بيخش فيه جون بيلطش، ما بيشوفش، ما دخلش ومفيش. والحجه بقى بتاع كل مره ده لينا ضربه جزاء في ماتش اسوان، ده لينا ضربه جزاء في ماتش الداخليه. طب النهارده مفيش ضربات جزاء، مفيش اي خطوره على الملعب. هو عمل ايه عشان يخلي ده؟ حتى كمان ان انت المفروض الشوط الثاني، مش بقول لك شوط المدربين، الشوط الاول شوط اللعيبه والشوط الثاني شوط المدربين، تغييراته كلها خطا وغلط وكله سمك لبن تمر هندي. يعني انت مثلا انت كنادي الزمالك بتلعب على بطوله وخسران الماتش، متعادل الماتش بتخسره، ماتش الداخليه وماتش اسوان، المفروض الف ب كوره اعمل اداء عشان الاداء هو اللي هيجيب لي النتيجه. فتعمل ايه؟ انت بتلعب ليه ب3 دفندرات؟ انت كنت بتلعب ب3 مساكين، فلما قلنا لك 3 مساكين ما ينفعش. انت ملخبطه انت. لا ما ينفعش، اصل بتلعب ليه ب3 مساكين وهو فيرو الواحد اللي بيلعب عليك في كل اول كلام رضا عبعال على فوز بيراميدز. لازم برضو الاهلي يفوق شويه، لازم الاهلي يفوق شويه عشان يكسب بقيه الماتشات الجايه.